بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاة ينفرج بها الكرب وتنحل بها العقد. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. حبايبي الغاليين، لو أول مرة تخشوا عند القناة يا ريت تعملوا لايك واشتراك وتشيروا الفيديو، ولو انتم من المتابعين اللي معايا ما تنسونيش في اللايك وتشوفوا الحلقة للآخر عشان يوصلكم إن شاء الله كل جديد. النهارده بقى معايا يعني فيديو بسيط، شويه كده مشتريات انا اشتريتهم، فقلت بقى اوريهم لكم وتشاركوني يعني رايكم. يعني الحاجات دي انا جبتها هنا في محل اسمه الباسم ب5 ريال. يعني اي حاجه عنده ب5 ريال. نادر لما تلاقي عنده بقى حاجه اعلى شويه، يعني مثلا 11 ريال، يعني يا 5 يا 11 يعني. فهوريكم دلوقتي الحلب الصغيره ديت، انا هي عجبتني يعني هي مش بس هما يقولك يعني ده التراث بتاعهم، يعني ده يعني التراث بتاعهم، فهو عجبني نوعهم، خامتهم حلوه. وبعدين لو هتحط فيهم عسل قشطه مربى، يعني ساعات بيبقى يفيد، فبنعمل فيها لو في طبق مثلا بتنشف في التلاجة، فانا قلت دي تبقى حلوه، يعني هنحط فيها ونغطيها ولو فضلت في التلاجة كده بغطاها كده مش هتخسر يعني. في منها الوان تانية، بس انا حبيت اجيب منها يعني اللون الاحمر ده، في ابيض، في لون اللي هو المستردة، وفي يعني احمر وابيض ومستردة، فانا جبت الاحمر. ديت علبة بخور، ان شاء الله لما ارجع مصر بقى ابقى استعمله واوريه لكم يعني وتقولوا لي واقول لكم يعني رايي فيه بس انا شميته هناك كانت في علب مفتوحه فعجبتني يعني. الاتنين دولت ب5 ريال، يعني الحلتين الصغنطتين دول ب5 ريال. ودي برضو البخور دوت ب5 ريال. بس ريحته جميله يعني فعلا، مش اي بخور وخلاص. الحلوه الصغنطوطه دي بقى عشان طبعا لو احنا عاملين مثلا حلويات نبقى نشيل بيها كده، يعني شكلها شيك، والذهبي ده نازل جديد. دي برضو ب5 ريال. وديت صينيه بيتحط فيها الكوبايات، هي عجبتني فكرتها حلوه، يعني حتى لو بنتك بنوته صغيره كده وهتقدم لحد في صينيه، مش هتخافي كوبايات تتزحلق من الصينيه، مش هتخافي لا كوبايات تتزحلق من الصينيه، انت هتحطي الكوبايات كده وتقدميها، فهي عجبتني. فانا كنت بحسبها ب5 ريال، فعند الحساب الكاشير قال لي ب11 ونص، فقلت مش اشكال، هي عجبتني ان هي فكرتها حلوه، ولو بنتك زي ما قلت مش هتبقى متعبه ليها يعني في التقديم، لان انتوا عارفين البنات بتبقى مرتبكه شويه كده، وتبصي تلاقي الكوبايات تتزحلق. ودي بقى الصينيه الحلوه ديت، يعني هي كانت عجباني بصراحه، كل ما اروح اقول هجيب وانسى. المره دي الحمد لله يعني جبتها اهيت. هي صينيه كده ممكن هتحطي عليها بقى حاجه بقى، يعني مثلا هتحطي على ديكور، مثلا في ايد هتقدمي فيها كحك وبسكويت، يعني هتنفع يعني لاي استخدام يعني. انا يمكن كنت مصوره فيديو قبل كده، وكنت حاطه يعني على صينيه شبيهه دي كده بس ذهبي، حاطه القهوه والفانوس الصغنن ده، يعني ممكن هتحطي عليها حاجات كده خفيفه زي كده مثلا. طب كام بقى الصينيه ديت ب11 ريال برضه. هي يعني حلوه مش وحشه، لو عندنا في مصر هتكون اغلى من كده يعني بصراحه، يعني هي جميله، ويعني هي متوسطه، وفي نفس الوقت تاخد يعني مش بتاخدش، يعني بتاخد حاجات كتير. وده فيديو بسيط حبيت اشارككم معايا فيه المشتريات، يعني هي عجباني. قولوا لي رايكم بقى في الكومنتات، وقولوا لي الاسعار حلوه ولا بس انا مشكلتي لما الحاجه بتعجبني ما بيهمنيش السعر. اقول لكم بقى اشوفكم في حلقه جايه باذن الله. مع الف سلامه، استودعتكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، في حفظ الله وامان.